السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتي. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة وعافية يا رب. اليوم جبت لكم الوصفة تاع لي تارتولات بطريقة بزاف سهلة اقتصادية، وبالطبع تكون بنينة بزاف وتقول لي مخدومة بالمارغرين، وهي في الحقيقة لا مارغرين لا زبدة لا حتى حاجة، غير بالزيت. تتحصلي على افضل لي تارتولات، خصوصا مع قرب شهر رمضان، الغلاء اللي رانا فيه بالطبع رانا عارفين كلش، يعني حاجة بسيطة تقدري تفرحي ولادك والعائله تاعك. نبداو في الطريقه تاعي على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا استعملت 3 كيسان تاع حليب، نديرهم. نبدا بالكريمه هي الاولى، نديرها طيب ونروح للعجينه. درت معاها 4 مغارف تاع سكر، يعني 3 كيسان حليب، 4 مغارف سكر، ومغرف كبيره معمره تاع كاكاو. الكاكاو من الاحسن يكون نوعيه جيده. وراح ندير 3 مغارف ونص تاع مايزينا. في هذه المرحلة دوكا خلطهم بارد في بارد، ونروح نديهم نحطهم فوق النار. نبقى نخلط غير بالعقل، يعني ما نحبسوش التحريك حتى ونتحصلوا على كريمة تكون عاقدة. نديها فوق النار دوكا، نبدا نخلط غير بالعقل حتى ونتحصل على الكريمة اللي نحوس عليها تكون عاقدة. ما تحبسوش التحريك باه ما تلصق لكمش وما تنحرقش من تحت. في هذه المرحلة هنايا نحبس التحريك، خلاص نطفي عليها النار. عندي مغرف تاع الشيكولا تاع الطلاء، نزيدها للكريمه تاعنا وهي سخونه، نخلطها مليح. ونغطي الكريمه تاعنا ونخليها تبرد حتى تبرد مليح. ماذا بكم كي تدفى شويه ديروها في الثلاجه حتى تبرد مليح. كي تبرد مليح نرجعوا ليها. عندي هنا نبداو في العجينه. حبه بيض، نص مغرف كبيره تاع لافاني، وعندي نص كاس سكر، وبالطبع نوجد نص كاس زيت نحطه بتيه. ندير نص كاس سكر ونص كاس زيت كما قلت لكم نخليه بجيه. دوكا نبدا نضيف فيه بالتدريج. اللي ما عندهاش الباتور تقدر تستعمل فوي عادي ولا بيدها يعني. نبدا نخلط مليح السكر مع البيض شويه حتى يبدا يتضاعف الحجم تاعو ويبدا السكر يذوب. في هذه المرحله هنايا بعد ما يتحرك نخلطوه مليح، نبدا نضيف الزيت تاعنا تدريجيا بالعقل. راني نخلط ونزيد في الزيت، نخلط ونزيد في الزيت حتى نكمل الزيت هذاك النص كاس تاع الزيت. شوفوا هنايا كما قلت لكم انا طلع شويه البيض مع السكر، نبدا نزيد في الزيت. كي يدخل هذا الزيت مليح يعني يندمج معاهم، باه نزيد الزيت الاخر، يعني ماشي ثم ديروا كلش، باه من بعد الزيت يعني ما يخرج لناش من العجينه. والطريقه والله غير صدقوني ناجحه 100%. شوفوا كي تخلي الزيت كاع دوك نزيد شويه زيت وهي رايحه حتى نكمل الزيت اللي عندي. كما قلت لكم نعاود لكم المقادير. حبه بيض، مغرف صغيره تاع لافاني، نص كاس سكر، ونص كاس زيت. نخلطهم بالعقل، نكمل هذاك الزيت بالتدريج حتى وين يخلص نص كاس. والفارينه نستعمل انايا في هذا المقدار دالي 2 كيسان سوا تاع فارينه، يعني نفس الكاس اللي عبرت به في الاول دالي 2 كيسان. عندي هنايا يعني على راس المغرف خميره تاع الحلويات، ونبدا نضيف عفوا في الفارينه غير بالعقل ونخلط. كما قلت لكم الكميه هذه دات لي 2 كيسان بالضبط تاع فارينه، وانتم على حسب نوعيه الفارينه اللي عندكم. خلطوها حتى تحصلوا على عجينه متماسكه تكون طريه، يعني ما تكونش يابسه بزاف. نبقى نخلطو غير بالعقل دوك نتحصلوا على عجينه اللي انا نحوسوا عليها. يعني العجينه هذه ما تدلكوها ما والو، غير تلموها خلاص. شوف 2 كيسان سوا تاع فارين. ها هي العجينه خلاص.
دوكا نوجدوا لي مول تاعنا تاع لي تارتولات، ندهنوهم بشويه زيت، رشوا عليهم فارينه. وكما قلت لكم العجينه جاتني 15 حبه سواسوه تاع لي تارتولات، يعني تقسموا العجينه على لي تارتولات وتواسوهم كرات عادي وتخبزوهم ديريكت في هذو لي مول تاعكم. نسخن الفور تاعي ونديرهم يطيبوا، نقص نخليهم يطيبوا مليح غير بالعقل من التحت، ونزيد نشعل عليهم يحمروا من الفوق باه يعطونا هذيك القرمشه اللي رانا نحوسوا عليها. شوفوا هنايا ها بعد ما طابوا وتحمروا وجاو مقرمشين هايلين الله يبارك. دوكا نروحوا نرجعوا للكريمه تاعنا. ها شوفوا حماروا هايلين تقولي بالمقارين. شوفوا دوكا هذيك الكريمه اللي درناها قبيله نجيب لها، شوفوا شحال يعني قل من نصف كاس تاع كريم شونتيي، نضيفها عليها نخلطها مليح بالباتور حتى تولي لنا يعني كريمه خفيفه، نبقى نخلط فيها حتى تحسوها خفيفه هذيك الكريمه. وكما قلت لكم المغرب هذيك اللي درناها قبيل تاع شيكولا تاع الطلاء زادت لها بنه والله غير روعه روعه. نتمنى تجربوا هذه الطريقه بالضبط، تبقاو تخلطوا فيها حتى تولوا تحصلوا على كريمه خفيفه. وماذا بكم كما قلت لكم كريم باتيسير اللي خدمناها في الاول ماذا بكم تكون بارده مليح كي ديروا لها الشونتيي باه تطلع وتجي خفيفه. هنايا درناها في الكيس حلواني وعمرناها. يعني التزيين ذوك اختياري يرجع لكم، كل وحده تزين كيفاه، يعني انا الطريقه تاعي وريتها لكم وانتم كل وحده واش تحب. نبقى نعمرهم كاع كيما راهم، تزيين اختياري، اللي عندها البنان اللي عندها الفريز كل وحده واش حبت. قدموهم باردين للسهره تاع رمضان ان شاء الله. الطريقه تاعي تكون عجبتكم، يعني بسيطه سهله ما تكلفش بزاف، في دقيقه تحضريها. نتمنى تجربوا الوصفه تاعي تاع اليوم، ولا راهم يعجبكم الفيديوهات تاعي ما تنساوش تخلوا لي جيم، خلوا لي كاش تعليق. شوفوا هنا كيف جاو مقرمشين بزاف والله غير جاو هايلين. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، يعني في رمضان تقدروا ديروهم، مام هذو اللي تاخذوا يعني العجينه اللي درناها تقدروا تخدموهم تخبوهم في الثلاجه عادي، في رمضان تجبدوهم، يعني تزيين برك في رمضان.